كيبدا الفيلم ديالنا في مصر وبالضبط في البلاصه ديال الاهرامات. واحد 5 ديال العلماء كيديروا الافلام الوثائقيه اكتشفوا طرف صغير من هرم فرعوني جديد وبغاو يديروا عليه فيلم وثائقي قبل ما يتكتشف كامل. جات واحد المذيعه سميتها صاني مع المصور فيستي وهي اللي غادي تمشي للبلاصه ديال التصوير، ودابا كتسنى باش دير مقابله مع العالم هولدن وبنته نورا اللي اكتشفوا هذا الهرم. فاش بداو التصوير كانوا الكلاب ديال العسا كينبحوا بزاف وشوشوا عليهم التصوير. هضرات صاني مع العالم هولدن فقال لها باللي هذا الهرم غريب حيت لقاو فيه غير 3 ديال الجناب ماشي بحال الاهرامات الاخرين اللي عندهم 4 ديال الجناب. وزاد قال لها ان هذا الهرم ديال الملك اخناتون وكان دايرو مخزن ديالو. من بعد تلاقات مع بنته نورا اللي قالت ليها هذا الهرم من الاف السنين هو مدفون تحت الرمله، وموراها خداو الصحفيه للمختبر الاقمار الصناعيه. تما وراو هاد التصاور اللي صور القمر الصناعي للهرم وقالوا ليها من هاد التصاور شاكين باللي كاين نفق غادي يديهم للقمه ديال الهرم، والجزء اللي اكتشفوا دابا قليل بزاف مقارنه بداكشي اللي مازال مخبي تحت الرمله. ودابا عرفوا المدخل والعمال خدامين كيحفروا عليه. في النهار الثاني العمال وصلوا للمدخل عيطوا عليهم يجيو يشوفوه. منين مشاو كاملين واحد العامل هو اللي عاونهم باش يدخلوا، غير فتح الباب خرج غاز خضر، غير شموا العامل طاح وسخف. تما داوه للسبيطار فقالوا ليهم باللي هذا الغاز سام وكيكون في البلايص اللي كتسد مده طويله ولكن ما كيقتلش، والسيد دابا راه بخير. واللي ماشي بخير هو الوضع في مصر حيت المصريين دايرين مظاهرات باش يوقفوا التقلب على هذا الهرم، حيت كيقولوا الا بقاو حتى وصلوا وجبدوا الهرم كله غادي تخرج اللعنه ديال الفراعنه للعالم كامل. هذا الشيء خلى الانتاج يوقفوا التصوير حتى تهدى القضيه، ولكن هولدن ما كانش راضي على هذا الشيء حيت مهم عنده يكمل الاكتشاف ديالو. نورا اقترحت عليهم تكمل التصوير هي والمصور زهير بلا ما يكون الطاقم ديال التصوير كامل، وغادي يدخلوا واحد الكاميرا مطوره لاصقه في روبو. وفعلا دخلوا الكاميرا من المدخل اللي حفروا مور ما هذاك الغاز السام تسالى، وهذا الشيء كله بلا اخبار المخرج. المهم دخلوا الكاميرا من المدخل والمصور زهير كان خايف عليها لا توقع عليها شي حاجه حيت هاد الكاميرا كتسوى 3 مليون دولار. كمل التصوير ودخل الكاميرا حتى وصلت للحيوط اللي مكتوب فيهم باللغه الهيروغليفيه، والكتابه كتقول باللي ممنوع شي حد يدخل حيت اللي يدخل ما غاديش يخرج وغادي يمشي للعالم السفلي مور ما يموت. وخا هاد الشيء هما ما داوهش فيه وكملوا بالكاميرا حتى وصلت البلاصه مظلامه، وهنا ما بقاوش كيشوفوا شي حاجه وحتى الريزو ديال الكاميرا غبر وما بقاش طلع ليهم. حاول زهير يرجع يتحكم فيها باش يخرجها ولكن والو ما قدرش، هو خاف بزاف لما تبقاش ترجع تخرج وقرر يدخل هو براسو يجيبها. هولدن ما خلاش ولكن المصور كان خايف حيت دخلها بلا اذن وإلا ما رجعاتش غادي تغرموا الشركه اكثر من فلوسها. فكروا حتى عياو وقرروا يدخلوا معاه كاملين، نورا وباها وحتى المذيعه صاني والمصور ديالها فيستي. فاش بداو كيوجدوا جا عندهم الضابط المسؤول على الحمايه ديال الاكتشاف، هو قال لهم ممنوع تدخلوا حيت مازال ما خداو التصريح، ولكن بقاو معاه حتى قنعوه وقالوا ليه بغينا ندخلوا نجيبوا غير الكاميرا ديالنا وما غاديش نفوتوا ساعتين ونخرجوا. الضابط المسؤول وافق وخلاهم وقال لهم ديروا الاقنعه الاكسجين حيت الغاز الداخل مازال مسموم. وهما كملوا التوجاد وربطوا ريوسهم مع حجره على برا باش يعرفوا كيفاش يرجعوا يخرجوا. دخلوا من المدخل ومروا مسافه قصيره ما لقاوش الكاميرا، وهاد المسافه هي النيت اللي دخلت ليها الكاميرا. هنا استغربوا كيفاش ما لقاوهاش وهي عاد دخلت ووصلت فين واصلين هما. ومور شويه لقاو راسهم قدام بزاف ديال الطرقان وكلهم كيتشابهوا وما بقاوش عارفين الطريق، والمشكله غرقوا بزاف في الهرم. بداو كيفكروا كيفاش يلقاو مخرج وصافي. نورا قلبات ولقات مخرج كيطلع لشي بلاصه، طلعت معاه وتبعوها الاخرين. تما كيلقاو راسهم قدام بزاف ديال الرماح والاسلحه الفراعنه. هما استغربوا حيت بحال هادشي كان كيتلقى في مخازن مخبعه ماشي قدامهم. المهم منين خدموا الاشعه الزرقاء لقاو اثار ديال الدم في هاد الاسلحه، ولكن الاثار كانت قديمه. نورا خدات عينه باش تحللها منين يخرجوا، ولكن الصدمه غادي تبدا منين غادي يشوفوا الحبل اللي رابطين واللي غادي يتبعوه باش يخرجوا مقطع. وهاد الحبل قاصح بزاف وما يمكنش يتقطع من غير الا شي حد هو اللي قطعه. بداو كيشكوا في بعضياتهم ولكن نورا هدناتهم وقالت لهم حتى حد ما غادي يبقى محبوس هنا، يعني خليونا نتعاونوا باش نخرجوا على خير. من بعد اختارت هي واحد من هذوك الطرقان باش يمشيو معاه على الله يلقاو منين يخرجوا. بقاو غاديين حتى دخلوا لواحد البيت وتما لقاو الكاميرا مهرسه بحال اللي شي حد اللي هرسها. زهير تعصب بزاف حيت غادي يخسر خدمته وحتى فلوس التعويض. شويه بدات الارض اللي تحت رجليهم كتزعزع بحال الزلزال، حاولوا ما يتحركوش حتى وقف ولكن تشقات بهم الارض وطاحوا لتحت. هنا لقاو راسهم عاوتاني وسط بيت اخر ومفتوح غير السقف ديالو هو اللي طاحوا منه. وهما واقفين طاحت حجره كبيره على رجل زهير، بقى كيغوت مسكين من الحريق. وهما حاولوا باش يزولوا الحجره ولكن كانت كبيره بزاف وثقيله وما قدروش عليها. شويه نورا شافت الطريق وسط الحجر في الحيط وطلعت دخلات فيه باش تشوف فين كيوصل. منين طلعت بقات كتزحف ووصلت لواحد النافق. منين بغات تطلع فيه تما كيخرج ليها قط فرعوني هجم عليها وقمشها، فرجعت طاحت عندهم في البيت فين خلاتهم. هي رجعت كتبكي وخايفه
خايفه حيت ما لقاتش كيفاش يخرجوا. شافوا باب قدامهم في البيت من الحجر وكان مكتوب عليه انه ممكن يتعرضوا لشي خطر الا فتحوا هذا الباب، ولكن ما كان عندهم حتى حل وخاصهم يفتحوه. دفعوا الباب وفتحوه فلقاو ممر اخر كله ظلام. رجعت نورا عند زهير طمنت عليه وقالت ليه صبر حتى نلقاو كيفاش نخرجوا ونرجعوا عندك، وتما خدات البيل ديالو باش يضويو في الطريق. شدوا الطريق اللي لقاو وشويه حتى سمعوا صوت الضابط اللي خلاوه الفوق كيعيط عليهم باش يخرجوا. فرحوا بزاف حيت حسوا راسهم قراب من المدخل. بقاو كيغوتوا باش يعاونهم يخرجوا ولكن ما كانش كيسمعهم وهما بوحدهم اللي كيسمعوه. وشويه الضابط سكت وسمعوا زهير عاود كيغوت. رجعت عنده نورا وهولدن يشوفوه وقالوا لساني وفيستي بقاو هنا يشوفوا منين يكملوا الطريق. فاش وصلوا ما لقاوش زهير في البلاصه فين خلاوه، ولكن البيت رجع كله دم وحتى النفق اللي كانت طلعت معاه نورا عامر بالدم بحال اللي هاد زهير تجر من تما. هنا خافوا بزاف وبداو كيفكروا انه كاين شي حد معاهم هو اللي دار هاد الشيء، حيت مستحيل زهير يخرج من تحت الحجره بوحده. نورا تخربقات وتعصبات ولكن باها هدنها وقال لها خاصنا دابا نخرجوا من هنا. رجعوا عند الجوج الاخرين وفاش قالوا لهم يمكن زهير يكون مات صاني تعصبات وقالت لهولدن مسؤوليتك انت تخرجنا من هنا حيت انت السبب اللي خلانا نكملوا وندخلوا ودابا بدينا كنموتوا واحد بواحد. هولدن برد القضيه واختار هو هاد المره الطريق منين دخلوا من هاد الطريق اللي لقاو بقاو كيزحفوا وسط منه. تما سمعت نورا صوت من موراهم. هنا قالت لهم يزربوا حيت باين القط الفرعوني تابعهم. بقاو كيزحفوا وصلوا للتالي ديال النافق وهنا لقاو الضابط كيتسناهم فجرهم خرجهم من النافق. جبد سلاحه وبقى كيتيري في النافق باش يقتل هاد القط وشويه جراتو شي حاجه من هاد النافق حتى تقسم على جوج وداتو. المجموعه ديالنا تخلعوا بزاف من المنظر اللي شافوا فشدوا الارض بالخلعه طفاو البيل وجلسوا مجموعين وساكتين باش ما يجيش ليهم هاد الكائن. ومور شويه ناضوا يكملوا التقلب على المخرج. كانوا وسط واحد البيت اخر وكانت الجروح ديال صاني بدات كتخماج بسبب الغاز المسموم وحيت طيحوا حتى هذوك الاقنعه اللي دخلوا بيهم. فاش بداو كيقيسوا الحيوط تما بدات الرمله كتخرج من الحيوط وكتعمر في البلاصه، يعني بدا داكشي كيغرق بالرمله وحتى هذوك الحيوط بداو كيتحركوا. صحابنا خافوا وبقاو كيجريو وكان في ستي الدري اللي مع صاني كيصور كل شيء بكاميرته. المهم بقاو كيجريو حتى تحبسات نورا بين جوج حيوط وفي نفس الوقت طاحت صاني في واحد الحفره فيها مسامر كبار ومسكينه طاحت عليهم ودخلوا في كرشها. وهنا جاو ليها القطوط الفرعونيه وبداو كياكلوا منها وهي مازال حيه. هولدن عتق بنته وخرجها من وسط الحيوط ومشاو عند صاني عتقوها ولكن مسكينه لقاوها ماتت وعرفوا ان هاد القطوط كتاكل لحم البشر وعايشين في هاد الهرم من الاف السنين. وحطوهم الفراعنه هنا باش يحميوا الجثث ديالهم وبقاو عايشين بالسلسله الغذائيه. الجيل الصغير كياكل الجيل الكبير هكا عاشوا مازال عايشين. والقطوط اللي كيموتوا كيتحلل الجسد ديالهم وهذا الشيء اللي خلى الجو هنا يتسمم. نورا قالت لهم دابا خاصنا نتحركوا من هنا قبل ما تجي لينا وتاكل لنا حتى حنا. وحتى هي بدات الجروح ديالها كتخماج. المهم كملوا بثلاثه بهم الطريق وبقاو غاديين في النافق. وصلوا لنفس البلاصه فين خلاو الكاميرا وتصدموا منين عرفوا راسهم كيدوروا في متاهه. هولدن قال لهم خاصنا نزيدوا نقلبوا مزيان حيت هنا جا الضابط. المصور فيستي قال لهم علاش اللي ما نصيفطوش شي اشاره باش نعلموا شي حد برا يجي يعتقنا. الفكره كانت مزيانه وهولدن صور فيديو بالكاميرا وصيفطوا ليهم. وشويه حسوا بالهواء كيخرج من واحد البلاصه في الحيط وكان فيها التماثيل ديال الفراعنه. بقاو كيقيسوا في هذيك التماثيل حتى تحركات وتفتح الحيط. هو كان على شكل باب. منين تفتح دخلوا ولقاو بزاف ديال الجماجم والهياكل العظميه فعرفوا راسهم وسط مقبره ديال الفراعنه. بقاو كيتمشاو تما حتى شافوا واحد التابوت وطايحه فيه جثه ديال شي واحد عادي وباينه حتى هو دخل لهنا وما عرفش يخرج. واللي غريب انهم لقاو قلبه مزول منه بطريقه خايبه ومخليين الجثه ديالو كامله. وفي اليد ديالو لقاو كتابه. من هذا الكتاب عرفوه باللي كان شفار ودخل لهنا باش يشفر الكنوز ديال الفراعنه حيت كيكون فيهم الذهب وداك الشيء غالي. وفي الكتاب لقاوه كاتب التفاصيل ديال الرحله ديالو كلها وكاتب باللي لقى المخرج من هذه البلاصه ديال الدفن. نورا قالت لهم دابا غير ارتاحوا حنا قربنا نخرجوا من هنا. وشويه جا هذاك الكائن الغريب من مور هولدن ودخل يدو بكل وحشيه في صدره وخرج قلبه وخداه. هادشي كله وقع قدام عينين بنته اللي طاحت بالبكا. شد فيها فيستي ونوضها باش يهربوا حيت الوحش غادي يرجع ليهم حتى هما ولكن ما لقاوش الباب منين يخرجوا. وقفوا يشوفوا شنو يديروا وفيستي كمل التصوير بالكاميرا وقال لها تسناه هو غادي يمشي يصور ويلقى المخرج واخا يعرف يموت على الاقل يكون صور شي حاجه مهمه اللي تنفع اي واحد دخل لهنا ولقى الكاميرا. وفعلا مشى بشويه وسط الظلام كيصور. بقى غادي حتى لقى هذاك الوحش اللي خدا القلب ديال هولدن. تبعوه بالكاميرا من اللور وبقى ساكت وشافوه خدا القلب ووزنوه في واحد الميزان ومنين لقاه ثقيل كلاه. من بعد خرج من تما بلا ما يشوفه. فيستي رجع عند نورا وراها داكشي اللي صور فقالت ليه هذا الكائن يمكن سميتو انوز حيت كاينه اسطوره كتقول انه كان عايش في الزمن ديال الفراعنه وهو المسؤول اللي كيوزن القلوب لاي واحد مات قبل ما يتدفن. وهنا رجعوا بجوجهم للبيت يقلبوا
وخداو على كيفاش يخرجوا. خداو بعدا الفردي والبيل اللي كان عند هولدن، وتما بدات نورا كتقرا في الرموز اللي في الحيوط. كان مكتوب تما ان انوز من الاف السنين هو كيصيد ويقتل الناس، حيت كيقلب على قلب نقي يديرو في بلاصه قلبه باش يرجع يحيى عاوتاني، حيت قلبه هو ماشي نقي. وهذا الشيء علاش المصريين القدام دفنوا هذا الهرم وخلاو فيه هذا الوحش باش يتهناو من شره، واللي دخل لهذا الهرم كيقتلو. ولقات عاود ان المخرج غادي يلقاوه في الخريطه ديال النجوم. هزات نورا راسها للسقف وشعلت البيل، وتما بانت ليها الخريطه وفيها بزاف ديال النجوم، وكانت نجمه مضويه، وهذيك هي البلاصه منين غادي يخرجوا. وفعلا تبعوا هذيك الطريق كما مرسومه، فلقاو نفق كيطلع الفوق وفيه سلم هو النيت اللي دخل منه الضابط. فيستي عطاها الكاميرا والبيل وقال لها طلعي انت وانا غادي نطلع من موراك. طلعت هي، ومنين جاي يطلع جا من موراه الوحش انوز. حاول يتيري فيه بالفردي ولكن ما وقع ليه والو وجرو الداه معاه. نورا بغات تكمل وتطلع ولكن زلقات ورمات البيل باش تعاود تطلع، غير وصلات لحق عليها انوس شدها وهبطها لتحت، وهنا ربطها وسط الجثث اللي واخد. قتل فيستي قدامها حتى هو وخدا ليه قلبه. في هذا الوقت خرجت هي مسكن عندها وبقات كتفتح في القنب باش مربوطه، ومنين فتحاتهم ضرباتو بالموس. وهنا جاو بزاف ديال القطوط الفرعونيه وجمعوا على الجثث حيت شموا الريحه ديال الدم. هي استغلات الفرصه وطلعت كتجري باش تخرج. طلعت من هذاك السلوم وحتى بقى ليها شويه على الباب وهي تغيب وطاحت. منين فتحت عينيها لقات ولد صغير دخل وشافها، ولكن جا ليهم انوز وقتلهم بجوج. وهكا كاع اللي دخلوا اكتشفوا السر ماتوا، وبقى السر مدفون معاهم. وهنا تسالى الفيلم ديالنا. نتمنى الملخص يكون عجبكم، وما تنساوش تفرجوا في الملخصات الفايته وديروا اشتراك باش تفرجوا في الملخصات الجايه. تهلاو ونتلاقاو في الفيديو الجاي.